السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات زينب كيتشن. اليوم إن شاء الله رايحين نحضر مع بعض معقودة البطاطا بطريقة جد سهلة وبسيطة، تجي مقرمشة ولذيذة جدا. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس إذا كنتوا أول مرة تشوفوا فيديو اليوم. أولا نحضر الخليط اللي طيب به المعقودة. عندي كاستي فرينة، نفس الكأس ماء دافئ. نخلط بسرعة ونزيد ملعقة كبيرة خميرة الخبز. نستمر دائما في الخلط. ونزيد عليهم بيضة، نزيد شوية زعفران، ملح وفلفل أسود، وفي الأخير كيس خميرة كيميائية. نخلط الكل جيدا حتى نتحصل على قوام كيما تاع الكريب. نغطيه ونخليه يتفاعل نصف ساعة. من جهة أخرى كنت غليت البطاطا ورحيتها، نزيد لها كركم وفلفل أسود والقليل من الثوم ومعدنوس مقطع، ونخلط حتى تمتزج كل المكونات مع بعض. من بعد نبدأ نشكل أقراص متوسطة الحجم بهذه الطريقة. هنا الخليط راهو خمر، نخلطه مليح ونغطس كل حبة ونقطرها مليح. ونحطها مباشرة في زيت سخونة، نكمل كامل الحبات بهذا الشكل. غير يحمروا من تحت نقلبهم، نزيد نحمرهم مليح ونبدأ نحي فيهم. معقودة سهلة وبسيطة، تقدروا ترفقوها مع أي صلصة تحبوها، صلصة طماطم أو الكاتشب ولا مع كريمة الجبن. إن شاء الله تجربوها بهذه الطريقة وتعجبكم. انتظروني فيديو قادم، مع السلامة.